تباتا يتقدم إلى سيرجيو غارسيا والتصويب يا ولد يا غارسيا، الله يا غارسيا، هدف جميل، هدف رائع، قذيفة من بعيد لا تصد ولا ترد بصورة مميزة. سيرجيو غارسيا يسجل الهدف الأول في هذه اللحظات، وجماهير الريان تسعد، جماهير الريان تفرح بهذه الطريقة. الله عليك بهذه الصورة، الله عليك، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كرة يسارية قوية اصطدمت في القائم الأيسر ودخلت في شباك الحارس راشد علي، وبالتالي هدف أول الرهيب الرهيب رهيب ورهيب والله رهيب. نعم يا سيرجيو غارسيا، هذا الهدف رهيب والله رهيب. هذا جيجك يحاول، جيجك والعرضية، كرة خطيرة ما زالت وحدوية. فالديفيا والتمرير، جول 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 جول. أحمد العكبري يا فنان يعيد السعادة لأصحاب السعادة ويعيد الأمور إلى البداية. هدف التعادل يسجل في هذه اللحظات عن طريق أحمد العكبري، لكن يا سلام الله يا فالديفيا على التمريرة، الله على الكرة البينية، ويا سلام أحمد العكبري بالوصول، وبعد ذلك بكرة بسيطة تهادت حتى وصلت إلى شباك عمر باري فدخلت فسجلت، فاتت الفرحة وعادت السعادة، وتنتظر جماهير الوحدة أن تعود السعادة الكبيرة في تحقيق الفوز في هذا اللقاء. هدف لهدف، لا أحد أفضل. تمرير جيجك عند الكرة، جيجك يتقدم، يحاول أن يسدد، يحاول أن يرد على تلك القذيفة، لكن هنا لدينا فرصة خطيرة. فالديفيا خطيرة خطيرة خطيرة، الله جول. أصحاب السعادة نعم يطعمون السعادة في هذه اللحظات بهدف التقدم، بالهدف الثاني، وظهرت هنا الجماهير الوحدوية بهذه الفرحة ما بعد الهدف. جيجك وصلت إليه الكرة مثل ما أراد بكرة في البداية كانت من إلى فالديفيا، وفالديفيا والتمريرة، الوصول إلى جيجك، من ثم التسديدة تيغالي غيرت اتجاه الكرة ووصلت للشباك. اصطدمت في تيغالي هو من غير اتجاه الكرة في الكرة الماضية، لكن هنا التسديدة من جيجك، بعد ذلك تيغالي، ومن ثم في شباك الحارس عمر باري. نعم الكرة اصطدمت في لاعب نادي الوحدة، وبالتالي هدف ثاني للوحدة. حتى الآن الوحدة يقير، لدينا خطأ، وهنا خابر أجيري في الصورة، لدينا خطأ. عمر باري يستعد لكرة ستنفذ لمصلحة نادي الوحدة الإماراتي عالية، رأسية خطيرة، جول جول. كانت بالقدم من سالم سلطان، وهدف ثالث يسجل للوحدة الإماراتي الآن. ثالث الأهداف وأجيري يسعد، ثالث الأهداف، ومشجع الوحدة يفرح بالهدف الثالث في شباك الحارس عمر باري من الخطأ. نفذت هذه الكرة، شاهد الكرة، يا سلام، عرضية أتت، ولكن دفاع الريان ومشاكل كثيرة. ناثانو تافيو لم يتمكن من إبعاد الكرة الماضية، وصلت بعد ذلك المدافع سالم سلطان ليضع كرة في شوط المباراة الأول، لكن هذه الكرة لم يضعها اللاعب سالم سلطان، وتمكن من تسجيل الهدف الأول والهدف الثالث لنادي الوحدة. نادي الريان، كرة أرسلت عالية وطويلة في وسط الملعب مرة أخرى، بتعود الكرة لنادي الوحدة عن طريق تيغالي تقدم، الله، هدف رابع عن طريق تيغالي بصورة مثالية. يا سلام يا سلام على هذه التسديدة. تيغالي والتسديدة القوية سكنت في شباك الحارس عمر باري. شاهد الكرة أرسلت عالية طويلة من الجهة اليمنى، أتت الانطلاقة، ومن ثم أتت التسديدة، هوبو في مرمى عمر باري. هدف رابع لمصلحة الوحدة الإماراتي الآن، هدف رابع للوحدة الإماراتي بهذه الصورة. يا سلام يا سلام، تيغالي اللاعب اللي يسجل هدفه الشخصي الرابع في هذه البطولة، بل الخامس في هذه البطولة.
تيغالي دخل قبل هذا اللقاء يوم الهدف الرابع. الهدف الاول لم يحتسب لتيغالي. نظيف هناك في ايران، هدف نظيف لنادي العين الاماراتي يوم الغد. طبعا اتحدث عن مباراه الفتح السعودي مع فريق استقلال خراسان الفريق الايراني، واستقلال طهران امام الاهلي الاماراتي. لدينا فرصه خطيره خطيره خطيره، سجل الخامس، الهدف الخامس لاصحاب السعاده في هذه اللحظات. البديل خليل الحمادي يتمكن من التسجيل، البديل هو من يسجل خليل الحمادي. اذا خامس الاهداف لمصلحه الوحده في هذه اللحظات. اصحاب السعاده يا لها اكيد من سعاده عند جماهير الوحده بهذه الصوره، بنفس الاخطاء في دفاعات الريان. تقدم خليل الحمادي واستطاع ان ينسل داخل منطقه العمليات، وبالكره اليمينيه وبالتسديده القويه في مرمى الحارس عمر باري استطاع ان يسجل خامس الاهداف. الان 5 للوحده الاماراتي، هدف للريان القطري في افضل مباريات الوحده في هذه البطوله منذ مده بعيده وبعيده جدا، وفي اسوا مباريات نادي الريان في هذا الموسم ولربما كذلك في هذه البطوله. خليل الحمادي والهدف الخامس في هذا اللقاء. لدينا كره مصعب خضر، تعود الكره للخلف، نتيجه كبيره، نتيجة أكيد لن يتقبلها بسهولة عاشق الريان، عاشق الرهيب لن يتقبل هذه النتيجة. المدرب مايكل لاودروب